السلام عليكم. السؤال بيقول: هل توقفنا عن إنتاج بودكاست عنبر كله يسمع؟ الإجابة بكل بساطة لا. احنا في أكتوبر الماضي، في 9 أكتوبر، كان المفترض ننزل حلقة جديدة من بودكاست عنبر كله يسمع، لكن في 7 أكتوبر حدث ما حدث والعالم كله يعرف ما نتحدث عنه: حرب إبادة جماعية على أهلنا في غزة. واتخذنا وقتها قرار إن احنا لن نعود ببودكاست عنبر كله يسمع إلا لما تنتهي هذه الحرب. كان كل الظنون في بداية الحرب إنها ستنتهي يعني كما سابقتها في شهر أو شهرين، ولن تطول عن ذلك. الآن إحنا أكثر من 260 يوم والحرب ما زالت يعني مستعرة على أهلنا في قطاع غزة وفي عموم فلسطين وفي أماكن أخرى. للأسف لن نعود ببودكاست عنبر كله يسمع الآن، رغم أنه ليست لدينا مشاكل إنتاجية في الوقت الحالي. معظم من يعملون في هذا البودكاست هم متطوعين، كلهم متطوعين وليس معظمهم، ويعني أغلب هؤلاء مع استمرار البودكاست، لكن بعد انتهاء حرب الإبادة. طبعا حال المعتقلين الآن في مصر لا يخفى على أحد. المعتقلين في سجون مصر كلها بيواجهوا انقطاع الكهرباء، بيواجهوا حر شديد، بيواجهوا تعذيب، بيواجهوا حالات من القتل خارج إطار القانون داخل السجن، والناس اللي بتموت من جراء نقص الأدوية والإهمال الطبي وغيره. وما زال الاعتقال السياسي في مصر استراتيجية لدى النظام لا تتغير. فللأسف احنا منتظرين حينما يعني تهدأ هذه الحرب، ومن ثم بإذن الله نعود إلى بودكاست عنبر كله يسمع، صوت ساكني زنازين مصر.